الجزء الثاني من حل أسئلة العمليات على المتجهات، الأسئلة اللي بيكون فيها أفكار بنعرضها في الحل في فيديوهات الحل. تعالوا نشوف السؤال رقم 47. بيقول لي في الشكل المقابل كان عندي أ ب ج د متوازي أضلاع، كان عندي س منتصف أ ب. أولا كل معلومة بيقولها أنا لازم أستفيد منها، فركز لي إن هو قال لي إن أنا عندي أولا الشكل اللي قدامي ده متوازي أضلاع، وكمان إنه س منتصف أ ب. ماشي، أكيد هستفيد منها. هو عايز ه س. ايه س دي؟ اللي هي الحته دي، شايفينها؟ اللي هي الحته دي. وخد بالك الاختيارات كلها جايب فيها نون وميم، فبالتالي لازم ان انا استغل ج ب وج نون. اولا كده وانا بقول ج ب وج نون، انا في حاجه كده ايه جت في بالي، صح؟ ها، جت في بالك انت كمان ولا ما جاتش؟ واحنا بنشتغل برضو في متوازي اضلاع والحاجات دي كلها، الافكار دي كلها، ان انا كنت عارف دايما انه ج ب زائد ج د بتساوي ج ألف اللي هو القطر. بصوا كده اللي هي القطر، صح ولا لأ؟ ج ألف ده لو أنا شغال في متوازي أضلاع، لو أنا شغال في مستطيل، الحاجات دي كلها تمام. يبقى ج ب زائد ج د بيساوي ج ألف. طب ج ب دي اللي هي إيه؟ اللي هي المتجه م، اللي هو سماها المتجه م، وج د اللي هو سماها المتجه ن. يبقى احنا كده عارفين معلومة انه م زائد ن بيساوي ج ألف. اكيد المعلومة دي هتفيدني. حلو قوي، دي كده معلومة متوازي اضلاع استفدت منها. طيب هل في فايدة من معلومة انه س منتصف أ ب؟ فكر شوية كده، فكر، ها فكر تاني، فكر تالت. س منتصف أ ب، هل ممكن استفيد بمعلومة انها س منتصف أ ب؟ مش انا لو انا عندي منتصف، ان انا عندي قطعة فيها منتصف، فانا بقول مثلا انه س ج كده دي بالنسبة لي متوسط في المثلث أ ب ج، صح ولا لأ؟ صح جدا. يبقى اذا بالنسبة لي هتبقى ج ب زائد ج ألف، ج ب زائد ج ألف. ليه قلت ج ب ما قلتش ب ج؟ عشان ج ب بتساوي المتجه م، فعشان اقدر استغل النقطة دي انه ج ب المتجه م، تمام، زائد ج ألف، تمام، بتساوي بقى ايه؟ 2 ج س. خد بالك ان انا بمشي بنفس الاتجاه، بمعنى لو انا قلت ج ب زائد ج ألف فيساوي ج س، نفس الاتجاه، كله رايح كده يبقى نفس الاتجاه وليس العكس، مش العكس كده. تمام تمام، زي ما احنا شرحنا حتى واكدنا على المعلومه دي في الجزء الاولاني. نيجي نكمل. يبقى ج ب زائد ج ألف، قلنا الكلام ده كله. طب ما احنا عارفين انه ج ألف، جبنا المعلومه دي انه ج ألف بتساوي م زائد ن. طب عوض بقى كده، يبقى ج ألف اولا ج ب دي اللي هي متجه م، خلاص، زائد ج ألف اللي احنا عارفين انها م زائد ن، الكلام ده كله بيساوي 2 ج س. تمام، يعني كده معايا 2 المتجه م زائد المتجه ن بيساوي 2 ج س. ماشي، دي اقصى حاجة قدرت اوصلها لحد دلوقتي. طب ايه علاقة، هسأل نفسي سؤال بقى، نرجع بس كده الصفحة، هسأل نفسي سؤال، ايه علاقة ج س ب س يا ترى؟ تعالوا بس كده نشوف الشكل ده كده ونمسح الحاجات دي عشان يبقى الموضوع واضح لكم. ايه علاقة، بص كده، ايه علاقة ايه ج س ب ه س؟ طب انت عارف ان القطر ب د ده لما بيتلاقى مع س ج، يعني ايه مع س ج؟ بص ب د اهو، تمام، وس ج اهو اللي هو ده، اللي هو احنا قلنا عليه انه س ج ده متوسط في المثلث أ ب ج. انت عارف ان دول بيتقاطعوا في نقطة، النقطة دي بتكون نقطة تلاقي متوسطات المثلث أ ب ج، فبالتالي النقطة اللي هما تقاطعوا فيها دي اللي هي بالنسبة لي ه، دي نقطة تلاقي متوسطات المثلث أ ب ج. فاحنا عارفين طبعا معلومة ان نقطة تلاقي متوسطات اي مثلث بتقسم ايه؟ بتقسم بنسبة 2:1، صح؟ اهي 2:1، فبالتالي انا كده عارف انه ه بتقسم بنسبة 2:1. فانا كده تقريبا فهمت العلاقة اللي بين ه او ج، قصدي ج س وه س، انه ج س دي بالنسبة لي بتساوي بتساوي 3 من ه س، مظبوط كده؟
ج س بتساوي 3 من ايه؟ من ه س. فلو انا عايز ه س لوحدها هتساوي ايه؟ هتساوي كده تلت ج س، صح كده؟ تمام قوي. طب ليه ده كله؟ ما هو انا عايز اصلا اعوض به س. ليه؟ عشان انا طالب ه س، فعوض لي كده به س. يعني ايه؟ يعني سيب الاتنين بره كده مفيش مشاكل، وشيل ج س. تمام. الاول واحده واحده، احنا عايزين ج س نعوض عنها به س، فقلنا انه ج س بتساوي 3 ه س، يبقى دي كده 3 ه س. ماشي. يبقى اذا كده بالنسبه لي دي 2 م زائد ن، يعني دي كده بالنسبه لي 6 ه س. خلاص. يبقى اقسم 2 ه، 2 المتجه م زائد ن، اقسم الطرفين على 6. يبقى اذا اقسم على دي 6، اقسم دي على 6، يعني ده تبقى سدس. نغير اللون عشان يوضح لكم. يبقى اذا كده بالنسبه لي هيبقى سدس. طبعا على فكره دي المتجه م، نفتح قوس 2 المتجه م زائد المتجه ن هيساوي ه س. يبقى اذا ده الناتج بتاعي. هتلاقي بقى في صدمه دلوقتي. تعالوا نشوف كده الناتج ده موجود في الاختيارات. بص كده هتلاقي كله مفيش سدس خالص خالص، مش هتلاقي سدس. هتلاقي 2 م زائد ن ماشي، ولكن مش هتلاقي سدس. بس هتلاقي الاغلب ايه؟ بص كده انه واخد تلت تلت تلت، وواحده مره خد 2 على 3 يعني تلتين. يبقى اذا احنا كده عايزين نحول الناتج بتاعنا ده لتلت. يعني ايه تلت؟ يعني عايز اللي بره ده بدل ما يكون سدس يكون تلت. طيب عشان اخلي ده تلت يبقى ده معناه ان انا اكيد ضربت في ايه؟ ضربت في 2. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه ضربت في 2؟ 1 على 6 عايزه اضربها في 2، يعني هاخد عامل مشترك من دي 2، صح؟ عشان يبقى الناتج بتاعي في الاخر 2 على 6 يعني سدس، يعني قصدي تلت. تمام. تعالوا بقى كده نشوف. يبقى تعالوا ناخد عامل مشترك، يبقى 1 على 6 هناخد عامل مشترك 2. لما خدت عامل مشترك من 2 المتجه م بقى المتجه م، ولما خدت عامل مشترك من المتجه ن 2 يعني قسمته على الاتنين، فبقى ن المتجه ن على الاتنين او نص المتجه ن. يا تكتبها ن على الاتنين يا تكتبها نص المتجه ن. انا هكتبها نص المتجه ن عشان في الاختيارات ما لقيتش 2 على المتجه على ن دي، لكن ممكن لقيت، بص لقيت ايه؟ لقيت نص المتجه ن. لقيتها. ماشي. يبقى الناتج كده بتاعي يبقى كده تلت متجه م زائد نص المتجه ن. خلاص. تعالوا بقى نشوفها. موجودة في الاختيارات ولا هنشتغل في حاجة تانية؟ لا دي موجودة. المتجه او الاجابة رقم كام؟ رقم، نرجع بس كده السؤال. الاجابة رقم ج، كنا شايفينها الاجابة رقم ج. يرجع السؤال مش راضي يرجع خلاص. الاجابة رقم ج اهي. ماشي. سؤال فكرته حلوه بصراحه، وكمان بعد المجهود ده كله في الاخر حتى ما طلعش الناتج بتاعك في الاختيارات، وسابك كده برضو ان انت تفكر حتى في الاختيارات هل انا حليت صح اصلا، هل انا حليت غلط، الحاجات دي كلها. فسؤال بصراحه فكرته حلوه. نيجي عند السؤال اللي بعده، السؤال رقم 48. اذا كان أ د متوسط فيه المثلث أ ب ج. نرسم بس بما ان هو بيقول مثلث، نرسم مثلث عشان لو احتاجنا مثلث. أ ب ج متوسط. كان عندي أ د متوسط، يعني ده معناه ان انا عندي نقطة د وأ د. تمام. يبقى دي كده كان أ د كان متوسط. نرجع بس دي كده اهو، كان متوسط في المثلث، فبالتالي دي بتساوي تم اكيد. يعني في ناس فكروا في السؤال ده غلط شويه، بمعنى عملوا ايه؟ قالوا انا عايز أ ب زائد أ ج. طالما ده جمع وحاجتين ما اقدرش اجمعهم بشكل مباشر، يبقى اذا انا هقسم، هروح قايل انا هقسم أ ب واقسم أ ج، وطبعا هستفيد بألف ودال، النقطه أ والنقطه د، فهمر بيه وانا بقسم أ ب همشي على أ د. فهتلاقوا ان انتوا ماشيين في الخطوات دي وفي الاخر برضو وقفتوا ما عرفتوش تعملوا حاجه. دي مش طريقه الحل. دي طريقه الحل في مسائل كتير ان احنا بنقسم فعلا، ولكن دي مش طريقه الحل. ايه طريقه الحل؟ طريقه الحل ببساطه شديده. عشان انت عندك متوسط في المثلث طيب ما هو أ ب زائد أ ج، سيبك من التقسيم خالص. أ ب زائد أ ج بيساوي 2 أ بس، خلاص بيساوي 2 أ د. يبقى هو كده عايز معيار 2 أ د. خلاص يبقى انا فكيت دي،
انها ب2 الف د، ومعايا الف ومعايا د، يبقى الموضوع بسيط. تمام. هجيب الف د الاول. الف د بالنسبه لي هتبقى د ناقص الف. نحله بقى كده سريعا لان خلاص فكرته خلاص انتهت. فكرته انا مش جايباه عشان هو مفيهوش فكره، يعتبر مفيهوش فكره، انا جايباه بس عشان اللخبطه اللي لقيتها بتحصل في السؤال ده. تمام. انه في ناس في فعلا بيبدا يقسم الف ب وبيبدا يقسم الف ج. ليه مش محتاج تقسم؟ لان كمان في معيار، فبيقعدوا يقولوا انا هجيب الف ب الاول وبعد كده اجيب الف ج. لا، انت ممكن تلاقي نفسك انت فكيته اصلا من جوه، ما احتاجتش تقسيم خالص. تمام. طيب نيجي عند الف د، قلنا هتبقى د ناقص الف. نطرح بقى كده على طول. د ناقص الف يعني -1 -9، يعني الاجابه -10. 0 -6 يعني الاجابه هنا -6 برضو. يبقى لو انا عايز 2 الف د هيساوي -20 لان ضربنا في 2، ودي -12. يبقى على طول، يبقى انا لو انا عايز المعيار بتاع، نقرب بس كده شويه، 2 الف د هيساوي جذر 20 تربيع، طبعا كده كده السالب بيروح يعني، زائد 12 تربيع، هتطلع معاك بتساوي 4 جذر 34. مفهومة كده؟ يبقى اذا كده الناتج بالنسبة لي هيكون بيساوي 4 جذر 34. وعلى فكرة احنا عارفين انه المعيار، ركز بقى كده كمان، كان ممكن تختصر من اول هنا كمان. ليه؟ دي برضو معلومة برضو تفتكرها، عشان احنا كنا قلنا لو انا عندي معيار وجواه مثلا 2 الف د، فانا ممكن بطلع على طول الاتنين دي باشاره موجبه، بس هتبقى 2، يبقى كده 2 الف د. فبالتالي كان ممكن من هنا ما نجيبش 2 الف د بقى، نجيب الف د بس اللي هي -10 و-6، وبعد كده نجيب المعيار بتاعها. وبعد ما نجيب المعيار بتاعها نضربها في 2، هيطلع المعيار بتاعها اصلا 2 جذر 34، وفي الاخر تضربه في 2 هيطلع معاك 4 جذر 34. كان ممكن برضو تختصر على نفسك الوقت. تمام. فكده بالطريقة دي وبالطريقة التانية كمان عرفنا. نيجي عند السؤال اللي بعده، السؤال رقم 49. بيقول إذا كانت ه منتصف ج د، ماشي، فإن ه ألف هو محدد لي هو على الرسمة، زائد ه واو هيساوي ايه؟ طبعا ما اقدرش ان انا اجمعهم مباشرة. ليه؟ لان هما مش في ترتيب دوري واحد، فبالتالي ما اقدرش ان انا اجمعهم مباشرة. فلذلك نقعد نفكر بقى شوية في السؤال. ه واو لو احنا جبناها ه او ه واو ولا ه الف، ه الف هتساوي واو ه واو. لو جبنا ه الف الاول، ه الف، فتعالوا نشتغل في المثلث الف ه د. ليه؟ لان المثلث ده كمان، اولا انت بتشتغل في المثلث ده، وه واو هتشتغل في المثلث ده، فانت هتعرف تطلع ناتج، لانه في 2 اصلا هيروحوا مع بعض. هقول لك بس تعالوا بس نحل كده وهنشوف ايه طريقه الحل هتبقى عامله ازاي. ه الف هنمشي عادي خالص، تبقى ه د زائد د الف. طيب التانية ه واو هنمشي برضو، هتبقى ه ج زائد ج واو. خلاص تعالوا بقى كده نعمل بالجمع زي ما هو قايل، زي ما هو عامل. يبقى ه الف زائد ه واو هيساوي، هل في حاجات هتروح مع بعض؟ تعالوا كده نشوف. ه د اهي، ه د ماشيه كده. طب والتانية ه ج ماشيه كده عكسها في الاتجاه ومتساويه معاها في المقدار، يبقى كده يروحوا مع بعض. يبقى الباقي معايا د الف و ج واو بس كده. تمام. تعالوا نشوف في الاختيارات ولا لا. د الف وج واو، ادي الاختيار ده. سؤال برضو سهل جدا وبسيط جدا، ولكن بس عشان ممكن يحصل فيه لخبطه، بس هو سهل جدا اصلا. نيجي عند السؤال اللي بعده، السؤال رقم 52. اذا كان الشكل اللي قدامنا ده اللي هو مستطيل واو الف ب ج، فان عايز ب د زائد د ه. اولا كده ب د زائد د ب د ه قصدي، انا ممكن اشيل الدال مع الدال يبقى لي هو كده عايز معيار ب ه، صح كده؟ فين ب ه دي؟ ادي ب ه اهو، دي ب ه. انت دلوقتي متوقف على انك تبقى عارف معيار ب ه. هجيب معيار ب ه ازاي؟ طبعا عشان تجيب المعيار فانت محتاج تجيب الاول ب ه، صح؟ وبعد كده تجيب المعيار بتاعه. في طريقه سهله جدا وجميله جدا وهي هتسهل عليك جدا الحل. ايه هي الطريقه؟ انت هتعمل محاور عادي خالص. يعني ايه هعمل محاور؟ يعني ادي المحور، نعمل بس كده نرجع تاني، خلينا انا اللي ارسمها لكم.
ادي المحور الصادي عادي، او نعمل السين الاول اهو، وادي المحور الصادي. ليه بعمل محاور؟ عشان اطلع من عليه نقط ه وب، واستغل موضوع ان ده مستطيل، فبالتالي في زوايا قايمة. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى الموضوع ده بمعنى ايه. ه اولا شايفين ه كان هنا طالع 1 سنتي بس كده. ه احنا خليناها بتقع على المحور الصادي، فبالتالي هي اصبحت نقطتها 0 و1. طبعا 1 موجب، ليه؟ لانها في الصادي الموجب، فهتبقى 0 و1. مفهوم كده؟ طيب انت محتاج النقطة، قلت لك النقطة ه والنقطة ب عشان تقوم قايل ه ناقص ب. طب النقطة ب اهي، النقطة ب الزوج مرتب بتاعها هيبقى ايه؟ طلعت على محور السينات المسافة دي على محور السينات اللي هي مقابلة للمسافة دي، يعني دي 5 ايه سنتي. طيب اسأل نفسك، محور السينات الموجب ده ولا السالب الموجب؟ يبقى اذا هتبقى 5 موجبة. طلعت على الصادات عشان تطلع لنقطة ب 4 موجب ولا سالب؟ 4 فوق، يبقى 4 موجب. يبقى اذا النقطة اصبحت، يبقى اهي كده بالنسبة لي 0. نرجع كده اهو، 0 و4، 0 قصدي 1 ناقص ب اللي هو 5 و4، خلاص بتساوي 0 ناقص 5 يبقى -5، و1 ناقص 4 يبقى -3. يبقى النقطة معايا -5 و-3. يبقى لو انا عايز المعيار بتاع النقطة، قصدي معيار المتجه ب ه هيساوي جذر 25 زائد 9، يعني هيساوي جذر 34. سؤال برضو، هو سؤال على فكرة في فكرة ولكن دي أبسط طريقة حل ليه بجد، وطريقة بسيطة جدا، ويعني ما تاخدش منك وقت. ممكن ترسم محاور وتعمل طلع النقط والموضوع هيبقى بسيط جدا. طلع معايا بجذر 34. نيجي نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 53 بيقول عندي الشكل اللي قدامي ده متوازي أضلاع، فإذا كان ج أ بيساوي النقط اللي هي 7 و3، ود ب بيساوي 3 و-3، عايز ج د. طيب اولا ج أ اللي هو ده، ج أ اللي هو ده، ود ب اللي هو ده، يعني دول قطرين. تمام. ايه علاقتهم بج د؟ وببساطة شديدة انا ممكن ان انا افك ج أ ده هيساوي ايه؟ مش ج أ ده بيساوي ج ب زائد ج د، يعني انا كده جبت علاقة اهو، مش هو بيساوي فعلا ج ب زائد ج د؟ تمام. طب والتانية ايه هي التانية اللي هي كانت د ب بتساوي ايه؟ د ب شيل ده كده عشان تبقى باينه لكم. د ب مش هي بتساوي د أ زائد د ج؟ د أ زائد د ج. تمام. هتقف هنا ليه؟ لان انت حتى لو انت جمعتهم هتلاقي ان انت اللي انت محتاجه راح، اللي هو ايه؟ د ج راح مع ج د. فبالتالي في هنا فكرة تحفة. ايه هي الفكرة؟ ان انت كده مش محتاج د ب، انت محتاج ب د اللي هو عكسه في الاتجاه. بمعنى ايه عكسه في الاتجاه؟ انا هعكس ده في الاتجاه ليه؟ عشان ده يتعكس في الاتجاه، فاحصل على ج د برضو، يبقى ج د. اعكس ده في الاتجاه كمان، يبقى زائد ج. دي كانت ايه؟ دي كانت ج د، ودي كانت، احنا كده لخبطنا في دي. طب نقول سريعا، د ب د أ، دي أ، ده هي مكتوبة بس كده شبه الجيم، ماشي، يعني دي د أ، ماشي. يبقى اذا دي كده بالنسبة لي هتبقى أ د، عكسنا بقى في الاتجاه، يبقى دي كده أ د زائد ج د، عكسنا برضو في الاتجاه. تمام. واللي فوق زي ما هي ج أ بتساوي ج ب زائد ج د. ليه بعمل ده كله؟ بصوا كده، وانا لو انا جمعت، بصوا كده، نرجع بس كده، لو انا جمعت يبقى ج أ زائد ب د هيساوي ج ب، اولا 2 ج د، خلينا نسيب دي الاول. طب وج ب وأ د، بص كده، ج ب اهي، ج ب رايحه كده، وأ د نشيل ده عشان تبقى باين أ د اهي، يعني متساويين في المعيار وعكس بعض في الاتجاه. هيروحوا مع بعض ولا مش هيروحوا مع بعض؟ هيروحوا طبعا مع بعض. يبقى أ د هتروح مع ج ب، هيبقى لي 2 ج د اللي انا اصلا محتاجها. يبقى اذا انت كده عرفت ان مجموعهم
بيساوي 2 ج د. بس ركز، ده مش مجموع ج أ مع د ب، ده مجموع ج أ مع ب د. يعني انت كده محتاج ب د اللي هي ايه؟ عكس دي في الاتجاه، يعني هتبقى -3 و3. بس كده خلاص خلصت. اجمع بقى كده، اجمع، هتلاقي نفسك بتقول بتساوي، يبقى مجموع دي مع مجموع دي يعني 7 وسالب، خليني اكتب لكم واحدة واحدة. 7 و3 زائد -3 و3. تعالوا بقى نشوف هتساوي كام. اهي دي 3 هتساوي 7 وسالب 3 يعني 4 و3 و3 يعني 6. ده المفروض بيساوي 2 من ج د، وانا عايز ج د بس. يبقى اذا ج د يبقى 2 ج د هتساوي 4 و6. يبقى ج د اقسم كله على الاتنين، على الاتنين فيها الاتنين، على الاتنين فيها التلاتة. دي كده ج د. بس كده خلصت. مفهومة؟ يبقى برضو فيها فكرة حلوة، ان انت لما تجمع مش هتجمع بشكل عادي، انت هتجمع التانية هتبقى عكس الاتجاه. ليه؟ لان انت محتاج ج د، فمش عايز انت تودي ج د اللي هي ايه، تصفرها مع عكسها في الاتجاه، لا ده انت عايزها. ماشي؟ فالناتج احنا قلنا كام؟ 2 و3 اللي هو ناتج رقم ب. نيجي عند السؤال اللي بعده، السؤال رقم 54. أ ب ج د معين تقاطع قطره في م. فإذا كان، طبعا احنا باين جدا في الرسم كم المتوسطات اللي موجودة، يعني م متوسط أصلا ه واو، وكمان متوسط ب د، يعني في وه منتصف برضو ب م، والحاجات دي كلها. تمام، تعالوا نكمل. فإذا كان أ ه باينه لكم أ ه، ماشي، او خلينا مثلا نعملها بخط ارفع شوية عشان ايه يبقى واضح. أ ه ماشي زائد أ واو هيساوي كاف أ ب زائد أ د. ها نحلها ازاي السؤال ده؟ اولا نمسك الطرف الايمن كده ونشوف هو أ ه زائد أ واو، ما انا اكيد هستغل المنصفات اللي موجودة دي، صح؟ طيب أ ه نشيل حتى التانية دي عشان تبقى واضحة لكم اوي. اهي مش أ ه زائد أ واو، انا كده في المثلث أ ه واو، صح كده؟ تمام، اللي فيه الثلاث رموز دول. يبقى انا في المثلث اكيد اهو أ ه واو، ما جبتش حاجة من عندي، انا في الرموز دي بالظبط. يبقى أ ه زائد أ واو هيديني 2 من المتوسط اللي هو ايه، 2 أ م. يبقى دي اول معلومة عندي. تاني معلومة عندي، تعالوا نمسك الطرف الايه الايسر. أ ب زائد أ د هيساوي أ ب زائد أ د. نشوف برضو كده على الرسمة، أ ب اللي هي دي زائد أ د. طب ما هو أ ب برضو زائد أ د، حاول تجيب حاجة تكون قريبة كده من أ م. بص كده، طب ما انا ممكن اشتغل المثلث برضو أ ب د، المثلث أ ب د. تمام، ليه؟ لانه هيساوي كده 2 من المتوسط اللي هو أ م. خلاص، يبقى اذا نساوي بقى الطرف الايمن بالطرف الايسر. الطرف الايمن اللي هو ده كان الناتج بتاعه 2 أ م، والطرف الايسر كان الناتج بتاعه طبعا مضروب بره في كاف، يبقى هنضرب كاف في الناتج اللي انا طلعته اللي هو 2 أ م برضو. خلاص، يبقى دي كده بالنسبه لي 2 كاف أ م، ودي 2 أ م. اقسم على أ م، أ م يروح مع أ م، اقسم على الاتنين على الاتنين على الاتنين، يبقى كاف كده اصبحت بتساوي ايه؟ بتساوي 1. يبقى الكاف ب1. ماشي، تمام. نشوف السؤال اللي بعده. يبقى ده كده كان السؤال 54. نشوف السؤال اللي بعده. في الشكل المقابل، اذا كانت مساحة المربع الكبير 49 وحدة مربع، وحدة مساحة قصدي، ومساحة المربع الصغير كان، يعني يقصد مساحة المربع الكبير اللي هو ده، تمام، ومساحة المربع الصغير اللي هو ده. طيب اولا لازم اكيد هستفيد من موضوع ان هو يقول لي معلومة المساحة دي. ما احنا عارفين ان مساحة المربع بتكون ايه؟ طول الضلع في نفسه، صح؟ طيب طول الضلع في نفسه يعني كام؟ يعني اكيد كان 7 في 7، صح؟ بصوا كده، طول الضلع في نفسه، يعني انت ممكن حتى تقوم قايل، بص كده، ممكن نقوم قايلين طول الضلع الكبير، عشان هو مسمينه، مش هو مسمي المساحة الكبيرة والمساحة الصغيرة، يعني طول
الضلع الكبير، مش عارفه معلق كده ليه، ثانيه، الضلع، شيل دي كده، طول الضلع الكبير بيكون بيساوي كام؟ 49. طول الضلع في نفسه، طول الضلع في نفسه يعني كأنك انت بتقول طول الضلع الكبير تربيع بيساوي 49. فلو خدت الجذر للطرفين يبقى اذا طول الضلع الكبير هيطلع معاك بموجب او سالب 7، بس احنا طبعا في اطوال، فاذا انا بستخدم الموجب بس، صح؟ انا بستعمل طول، فالطول بيكون بالموجب بس. ماشي. طيب نفس الكلام هنعمله في مساحة المربع الصغير. هنقوم برضو قايلين ان طول الضلع كده الصغير، لان احنا عارفين انه المساحة طول الضلع في نفسه، يعني طول الضلع تربيع، صح؟ بيساوي 25. يبقى اذا انا لو خدت الجذر للطرفين يعني هيطلع طول، نرجع كده السؤال، طول الضلع الصغير هيكون بيساوي 5. ليه ما خدتش السالب؟ لان انا ما عنديش اطوال بالسالب، عندي الاطوال بالموجب. ولكن خد بالك انا لما بشتغل على المحاور فطبيعي بيكون عندي موجب او سالب، بيكون الطول بتاعي موجب، ولكن على حسب انا في الاتجاه الموجب فبالتالي بيكون موجب زي ما هو، ولو انا في عكس الاتجاه فبحط السالب دي كاشاره لعكس الاتجاه. اوضحها لك اكتر هنا مبدئيا بس كده. احنا هو اللي طالبه اصلا طالب ا ب، فطالما طالب ا ب يعني انا محتاج ب ناقص ا. طيب تعالوا نمسك واحده واحده بقى. ب، يبقى انا دلوقتي عايز احداثيات ب. طب ما انا عارف ان المربع الكبير الاول كده، المربع الكبير هو 7 هنا و7 هنا و7 هنا و7 هنا. ليه؟ لان هو قال لي ان طول الضلع الكبير ب7. احنا خلاص قلنا او استنتجنا ان طول الضلع الكبير ب7 وطول الضلع الصغير ب5. يعني ده معناه انه ده، نشيل بس ده كده عشان يبقى باين اكتر، ده 5 ده 5 ده 5 ده 5، صح؟ تمام. نيجي بقى عند النقطة ب، مش لازم اكتب ده كله بس عشان ايه كنت بوضح لك يعني. نيجي عند النقطة ب، مشيت ازاي في السينات؟ مشيت هنا اللي هي المسافة دي اللي هي بالنسبة لي 5، صح؟ مش احنا قلنا ان دي 5؟ تمام، مشيت 5. هتسأل نفسك سؤال، في الاتجاه الموجب للسينات ولا في الاتجاه السالب؟ في الاتجاه السالب، يبقى اذا بالنسبة للسينات مشيت سالب 5. طيب وطلعت صادات فوق في الاتجاه الموجب للصادات طلعت كام؟ طلعت 5. يبقى كده النقطة ب سالب 5 و5. طب والنقطة أ اللي أنا محتاجها برضو، هلاقي نفسي مشيت على السينات 7 في الاتجاه الموجب، يبقى إذا 7، وعلى الصادات مشيت 7 برضو في الاتجاه الموجب، يبقى 7 و7. يبقى ببساطة اطرحهم من بعض. بص كده، يبقى ب ناقص أ سالب 5 سالب 7 يعني سالب كام؟ 12. و5 ناقص 7 يعني سالب 2. يبقى الإجابة بتاعتي تبقى سالب 12 وسالب 2، يعني الإجابة رقم ج. تمام، مفهومة كده؟ بس السؤال برضو فكرته ايه؟ فكرته برضو حلو. نيجي عند السؤال اللي بعده رقم 57. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انه أ ب ج د ه واو سداسي منتظم. ماشي. طول ضلعه 2 وحدة طولية، فاوجد او فإن أ م زائد ج ب زائد د ه، هو عايز المعيار بتاعهم. اولا نشوفهم على الرسم. م أ، مش أ م قصدي، م أ زائد، هو عامل لي على الرسم اصلا، ج ب زائد د ه. هلاقي نفسي ايه ده؟ لو ملهمش علاقة خالص ببعض. طيب ما ثانية واحدة بس كده، انت عندك حل من الاتنين او كمان 3 حلول كمان. اما ان انت مثلا تنقل دي هنا فتقوم قايل انا هحط ه او د ج على اساس انه د ج بتكافئ م أ، بس طالما انت هتشتغل بواحدة بتكافئ م أ فلازم تكون بتفيدك في السؤال. يعني ايه بتفيدني في السؤال؟ يعني ماشية في ترتيب دوري، فبالتالي اقدر ان انا استفيد منها في السؤال. فلو بصيت كده ونقلت مثلا م أ هتلاقي ان انت ماشي، دي ماشية كده ودول ماشيين في ترتيب دوري، بس دي مش ماشية معاهم، يبقى اذا ما ينفعش اجيب مكافئ لد أ. طيب حد تاني مثلا ممكن يقول انا هجيب مكافئ لج ب، هعمل كده ليه؟ عشان يكون في ترتيب دوري. هقول لك لا ده مظبوط. بص كده د ه زائد ه م زائد م أ، يبقى دي تمام مظبوطه. لكن لو انت كنت اخترت مثلا المكافئ لد ه اللي هو ب أ،
هتلاقي نفسك مشيت مش مظبوط. بص كده، ده ماشي دوري ولكن ده عكسه في الاتجاه. فالمهم يبقى دي اظبط واحدة بالنسبة لي ان انا اختار ه م بالنسبة لي كمكافئ لجيم ب، فما استعملش دي واستعمل ه م احسن. يبقى اذا كده اصبح المعيار بتاعي م الف زائد م الف. خلينا مثلا نمشي بالترتيب، مفيش مشاكل عادي مش هتفرق يعني، نمشي بالترتيب. د ه زي ما هي زائد ه م، ما احنا شلنا بقى ج ب وحطينا بدلها ه م زائد م الف. ده كده بالنسبة لي هيساوي البداية والنهاية، من البداية للنهاية يعني هيبقى د ألف، صح كده؟ ده بالنسبة للهندسية. ممكن طبعا تشتغل جبرين، هتلاقي دي راحت مع دي بقت د م زائد م ألف، وهتلاقي الميم راحت مع الميم يبقى الناتج بتاعي د ألف برضو. مفهومة كده؟ تمام. نكمل. يبقى اذا دي كده بالنسبة لي ببساطة، يبقى هو كده محتاج مني معيار د ألف. هنا بقى الفكرة بتاعت سداسي منتظم. سداسي منتظم يعني جميع أطوال أضلاعه بتكون متساوية في الطول. يعني ايه متساوية في الطول؟ يعني ده كده عندي 2 وده عندي 2 وده عندي 2 وده عندي 2 وهكذا. وكمان كل المثلثات اللي فيه بتكون كمان متساوية الأضلاع. يعني ايه؟ يعني كلهم كده، بص ده 2 ودي 2 ودي 2 ودي 2، يعني كل دول اتنينات. يعني لو انت عايز د ألف هتلاقيها 2 زائد 2. مفهومة كده؟ 2 ايه زائد 2 ضلعين، صح كده؟ فهتلاقي انها بتساوي 4. ما هي د ألف اهي 2 زائد 2، وده طبعا المعيار، ده الطول على طول مباشرة، يبقى بيساوي الأربعة. مفهومة كده؟ سؤال برضو ايه حلو. نيجي عند السؤال اللي بعده، السؤال رقم 58. ده كان آخر سؤال في أسئلة الاختياري. بعد كده هنشوف كام سؤال من أسئلة المقالي. أسئلة الاختياري بيكون فيها أفكار أكتر كمان من المقالي، فلو أنت خلاص بقيت متمكن من أسئلة الاختياري خلاص، يعني المقالي هتلاقيها أفكار متشابهة يعني. ماشي، بس برضو نقيت كام سؤال كده برضو هنحله مع بعض. السؤال رقم 58 بيقول في أي من الحالات الآتية يكون معيار المتجه ألف زائد المتجه ن أقل من معيار المتجه م زائد، أنا قلت لك المتجه ألف، لا المتجه م مش ألف، مش ألف. المهم إن هو عايز يعني معيار جمعهم يكون أقل من معيار طرحهم. هنشوف كل شكل كده ونشوف مين فيهم اللي بيطبق الموضوع ده. أولا أول واحدة معيار عندي ألف اهي ماشية بالشكل ده كده هنا، وعندي نون هنا. ألف برضه، أنا قلت ألف برضه تاني احنا خلاص في آخر الفيديو، فاللي هو ايه، لا خلاص الواحد هنج يعني، لا هي ميم مش ألف. تمام. طيب ميم هنا ماشية بالشكل ده، ونون ماشية بالشكل ده اتجاه. طيب ما أنا ممكن إن أنا أقفله كايه كمثلث. على فكرة فيها أكتر من طريقة حل. ممكن حد يقفله كمثلث، ممكن حد يقفله كمتوازي أضلاع، عادي. تمام، يعني تقدر انت تقفله كمثلث بالشكل ده، ممكن انت كمان تقفله المهم انت تشتغل اتجاهات يعني، ممكن كمان تقفله كمتوازي اضلاع عادي. تمام، لانه الشكل ده طبعا ما ينفعش فيه غير الاتنين دول. نيجي بقى ليه مثلا نقفله مثلث. نشوف كده نشوف ده كده، نمسح ده نقفله كمثلث، ادي مثلث اهو. طيب هو انا لو قفلته مثلث يعني ده كده ماشي كده وده ماشي كده، طبعا بالمنظر ده كده، المنظر ده مش غريب عليا. ليه؟ لو انا قلت لك ان انا عندي النقطه مثلا د، وقلت لكم د مثلا دي نقطه المنتصف هنا، عندي مثلا المثلث ده كنا سميناه مثلا ا ب ج، ماشي، وهنا كانت النقطه د، فانا قلت لك ادي ج د بتنصف عادي. فمش احنا كنا بنقول انه كده ج ب زائد ج ا بيساوي 2 ج د. طيب قول بقى دلوقتي بالرموز. يعني ايه؟ يعني قولي دلوقتي بالرموز، مش ج ب اللي هو ايه، اللي هو المتجه م، يبقى اذا المتجه م زائد المتجه ن هيساوي. انا ليه قلت اصلا المعلومه دي؟ عشان هو كان عايز الزائد، فقلت يبقى انا هستغل، يبقى كده المتجه م زائد المتجه ن هيساوي 2 ج د. ماشي. طيب ده كده بالنسبه للزائد. طب لو انا عايز الطرح، يعني ايه الطرح؟ يعني متجه م ناقص المتجه ن، يعني كده المتجه ن بعكس الاتجاه. فركز بقى كده، هنرسم نفس المثلث ده بالظبط، بس بص هيبقى المتجه ن هيبقى سالب ن، فهيبقى عكس الاتجاه. هو كان طالع كده صح، هيبقى عكس الاتجاه، هيبقى داخل كده، هيبقى داخل، هيبقى عامل كده.
وده هيبقى طالع عادي خالص. وهنعمل برضو نفس المثلث، وهنعمل برضو نفس د زي ما هي، وادي ألف ب ج. طيب دلوقتي في الحالة دي ماشي، هنشتغل ازاي؟ مش كده هيبقى معايا لو انا عايز ألف ج، هتلاقي ان انت ألف ج دي كده بالنسبة لي زائد، انا ليه قلت زائد ج ب دلوقتي؟ لان هم كده بصوا في ترتيب دوري واحد، صح؟ اهو ماشيين كده في ترتيب دوري واحد. يبقى اذا ألف ج زائد ج ب هيديني ألف ب، صح كده؟ لان هم في ترتيب دوري واحد، تمام؟ فألف ج دي كده بالنسبة لي اللي هي المتجه ن، زائد اللي هي متجه سالب ن، لان احنا قلنا ان ده المتجه سالب ن، زائد المتجه ج ب اللي هو المتجه م. ماشي، يعني انت كده جبت المتجه ن سالب المتجه ن زائد المتجه ج زائد المتجه قصدي م، هيديني ألف ب. ماشي، يبقى الناتج بتاعي ألف ب. طيب يبقى كده بالنسبة لي المتجه م ناقص المتجه ن بيساوي ألف ب. مظبوط الكلام ده؟ مظبوط. شوف بقى، قارن انت، قارن، بص كده اهو، قارن ما بين دي اول واحدة وتاني واحدة دي، اول واحدة دي وتاني واحدة دي، دي كانت مجموعهم وده كان طرحهم. لاحظت ان مجموعهم 2 من ج د، 2 من ج د، يعني ده ضعف، يعني كأن كده 2 ج د اطول كمان، اكتر كمان، صح؟ صح ولا مش صح؟ صح. 2 ج د وألف ب دي كانت طرحهم كان ألف ب بس، فبالتالي أكيد دي كانت أكبر، صح؟ من دي. هو عايز إنه مجموعهم يكون أصغر مش أكبر، فبالتالي دي أكيد غلط. يبقى أول واحدة كده دي بالنسبة لي غلط. طيب نشوف آخر واحدة، لأنها شبه، بصوا كده إن هي شبه. المرة دي عاكس لي بس في اتجاهات كده ايه مختلفة شوية، فهنعمل نفس الطريقة وهنحلها مع بعضها برضو. هنقفل برضو المثلث ده ماشي كده وده ماشي كده في الاتجاهات الطبيعية بتاعته، هنجمعهم عادي خالص. اولا بص كده هنلاقي ان هما ماشيين، هل هما ماشيين في شكل دوري ولا لا؟ مش ماشيين بشكل دوري، ماشيين بشكل دوري. فاذا المتجه م كده زائد المتجه ن كده هيساوي، لو انا سميت مثلا ده ألف ب ج، فالمتجه م زائد المتجه ن يبقى من البداية للنهاية يبقى هيساوي ب ج، تمام؟ طيب لو انا عكست الاتجاه، لان هو كان عايز الطرح، يعني لما كمان استعمل سالب ن، يعني هعكس اتجاه ن، فهيصبح ب ج زائد ج زائد ألف ج. هنعمل برضو الموضوع بتاع المتوسط، ادي المتوسط عادي خالص. فانت ماشي ب ج زائد ألف ج، يبقى هيديني 2 د ج، صح كده؟ يبقى كده ب ج اللي هو بالنسبة لي متجه م زائد ب زائد ألف ج اللي هو بالنسبة لي سالب ن، مش المتجه ن، ده المتجه سالب ن، تمام؟ يبقى سالب ن المفروض ان ده بيساوي 2 من د ج. برضو هسألك نفس السؤال، مين اللي اكبر، 2 د ج ولا ب ج؟ هتقولي اكيد 2 ايه د ج. يبقى اذا ده كده بالنسبه لي اللي هيكون اكبر، يبقى نعمل بس كده بلون مختلف، يبقى ده كده بالنسبه لي الاكبر، يعني ده كده اقل من ده، صح كده؟ تمام. بص كده بقى، هو كان عايز فعلا انه مجموعهم يكون اقل من طرحهم، فبالتالي ده هتكون بالنسبه لي كده الاجابه الصحيحه اللي هي الاجابه رقم د. برضو لو انت حابب تكمل كمل، يعني لو انت عايز تكمل في دي او دي برضو هتقفلها عادي خالص، بس طبعا هتتقفل معاك بمستطيل بالشكل ده، ودي برضو نفس الكلام بمستطيل، وهتشتغل برضو عادي جدا، تمام؟ فهتطلع ان دي كمان معاك مش هتنفع ودي كمان مش هتنفع، وهتبقى الاجابه رقم د. قلنا شكل رباعي، هنرسم اي شكل رباعي، اي شكل رباعي اهو، تمام؟ الف اسمه كان اسمه ايه؟ كان اسمه الف ب ج د. س كانت منتصف ألف ج، قلنا س منتصف ألف ج، ادي ألف ج، يبقى س المنتصف. وصاد منتصف ب د، صاد منتصف، ادي ب د، يبقى صاد منتصف ب د كده. طبعا ده مش متوازي اضلاع، فبالتالي كل واحدة فيهم بتكون ليها نقطة منتصف. انا فرضت ان تقريبا نقطة المنتصف مثلا هنا، ونقطة المنتصف بتاعة السين هنا، ونقطة المنتصف بتاعة الصاد هنا بتاعت بهدال يعني. افرضها في اي حته، المهم ان هم ما يكونوش نفس نقطه المنتصف، فركز السؤال ده فكرته حلوه جدا جدا، تمام؟
فركزوا فيه شوية. طيب نكمل، نلاقي ان هو بيقول اثبت ان أ ب زائد أ د زائد ج ب زائد ج ب زائد ج د بيساوي 4 س ص. يعني هو في الاخر عايز ان انا الناتج بتاعي يكون فيه س ص. طيب واحدة واحدة بقى كده. اولا التنصيف هنا يعني ده معناه ان الحتة دي كده بقت بتساوي الحتة دي، ماشي، والحتة دي بتساوي الحتة دي، ماشي. اكيد التنصيف ده هيفيدني جدا، ماشي. اولا انا بشتغل في شكل رباعي وعندي تنصيف في شكل رباعي، يبقى احسن حاجة ان انا استغلها ان انا اشتغل مثلثات. استغل الموضوع ده جدا في المثلثات. بمعنى لو انا مسكت اول جزء اللي هو أ ب زائد أ د، فبص كده فكر فيه شوية كده، أ ب زائد أ د ده مثلث بالظبط. ليه؟ أ ب زائد أ د، مش انا ممكن لو انا هي القاعدة بتاعته ايه؟ اولا القاعدة بتاعته ايه عشان اعرف المثلث؟ انا بشتغل في مثلث ايه؟ انا بشتغل في المثلث أ ب د اللي هو فيه ال3 حروف دول، ماشي. يبقى القاعدة بتاعته اللي هي ب د. طيب فين نقطة المنتصف بتاعت ب د؟ قلنا انها النقطة سميناها النقطة ص. يبقى لو انا وصلت أ بصاد يبقى انا كده عملت متوسط. حلو قوي، يعني كده مجموعهم بقى بيساوي 2 أ ص. ممتاز، صح؟ تمام. نمسك الجزء التاني اللي هو ايه؟ ج ب اللي هي الحتة التانية دي، ج ب زائد ج د. هل ليهم علاقة ببعض ولا لأ؟ هتلاقي انه ادي ج ب وادي ج د هيساوي برضو لو انا مسكت المثلث اللي فيه ال3 رموز دول اللي هو ج ب د. بص كده، ج ب د، هلاقي ان القاعدة بتاعته اللي هي ب د. طيب مين اللي بينصف ب د؟ الاقي برضو صاد. يعني انا لو وصلت الرأس بالصاد يبقى انا كده عملت متوسط. يبقى ج ب زائد ج د بقى بيساوي 2 ج ص. مظبوط جدا. نركز بس كده ونميزهم شوية اهو، ادي اول واحدة وادي تاني واحدة. مفهومة؟ تمام. كان ما بينهم علامة ايه؟ كان ما بينهم علامة جمع اهو، صح؟ يبقى اعمل بالجمع. يبقى بالجمع يبقى أ ب زائد أ د زائد ج ب زائد ج د ده كله بيساوي 4. لا مش 4 لان دي ج ص مش أ ص. يبقى 2 أ ص زائد 2 ج ص، صح كده؟ دي ج. تمام، ماشي. هسأل نفسي سؤال، ايه هو السؤال؟ انا ليه ما طلعش معايا الناتج؟ بص كده الناتج هتلاقي الناتج فيه س ص، وانت النواتج اللي طلعت معاك أ ص وج ص. طب هل في علاقة بين أ ص وج ص وس ص؟ بص كده، أ ص اهو، ج ص اهو، س ص اللي هو اللي ما بينهم هما الاتنين اللي هو ما بين من هنا لهنا. بص كده من هنا لهنا ج ص. ركز 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 جدا. طب لو انا سألتك هو ايه المثلث اللي بيجمع ما بينهم هما الاتنين؟ ما بين أ ص. بص كده ما بين أ ص وج ص. تقوم قايل لي أ طبعا أ ص ج، صح كده؟ برافو. ايه القاعدة بتاعته؟ نفس السؤال، القاعدة بتاعته تقوم قايل لي أ ج. ممتاز. يبقى انت كده حصلت على فكرة على مثلث. ليه؟ المثلث أ ص ج. المثلث ده فيه نقطة تنصيف في القاعدة بتاعته، مش القاعدة بتاعته أ ج اللي كانت نقطة التنصيف بتاعتها فاكرين س اهي، س اللي هي كانت هنا دي اهي، صح؟ يبقى اذا طالما عندي نقطة تنصيف في القاعدة يبقى من اول الرأس لنقطة التنصيف، شايف نازل على نقطة التنصيف الرأس بتاعتي اللي هي ص، نازل على نقطة التنصيف. يبقى انا اقدر اقول انه فعلا زي هنا ما هو عايز أ ص زائد ج ص، أ ص زائد ج ص يديني 2 س ص، يديني 2 ايه؟ 2 س ص. يبقى اذا اولا هاخد الاتنين عامل مشترك عشان اقدر احل براحتي، زائد ج ص. يبقى أ ص زائد ج ص هيساوي 2 س ص. خلاص 2 ايه؟ 2 س ص. طبعا كان عندي 2 بره، يبقى 2 في 2 بكام؟ ب4 س ص. مفهومة؟ فكرة حلوة
واتكررت كمان في اكتر من سؤال، ففكرة بجد حلوة. وكده كده بمعرفتك بس ان انت تشتغل بالمثلثات الموضوع هيبقى بسيط جدا. الناس اتلخبطت شوية في السؤال ده لان هي قالت ايه ده، هو إيه كل قطر ليه نقطة منتصف مختلفة؟ ايوه، لان انا مش بشتغل في متوازي اضلاع. لو انا بشتغل في متوازي اضلاع فهتبقى نقطة المنتصف واحدة هي نفسها، تمام. لكن انا بشتغل في شكل رباعي دي ليها نقطة منتصف غير دي. مفهومة كده؟ نيجي عند السؤال اللي بعده. السؤال رقم 13 بيقول أ ب ج د متوازي أضلاع فيه ه منتصف ب ج، اثبت أن أ ب زائد أ د زائد د ج بيساوي 2 أ ه. واحدة واحدة برضو كده نشتغلها. أولا هرسم متوازي أضلاع عادي خالص، ادي متوازي أضلاع كان عندي المتوازي أضلاع أ ب ج د. اولا كده هو انا هنا ممكن ان انا اشتغل اي حاجة يعني جمع مباشرة. ركز كده شوية هتلاقي ان فعلا في واحدة فيها جمع مباشرة، اللي هو لو شلت د مع د هيبقى لي أ ج، يبقى اذا الناتج بتاعي هيبقى أ ب زائد أ ج، صح كده؟ عايزة اثبت ان هو بيساوي 2 أ ه. كويس، يبقى انا ده اللي انا وصلتله لحد دلوقتي. أ ب اللي هي فين اهي، زائد أ ج اللي هي فين اللي هي اهي، هتساوي مفروض ان انا عايزها 2 أ ه. فين أ ه دي؟ قلنا انه ه دي منتصف ب ج، ادي ب ج وادي منتصفها ادي ه، يعني هو عايز انها بتساوي 2 أ ه. 2 ايه؟ أ ه. السؤال بسيط جدا. ايه هو السؤال ايه البساطة في السؤال؟ بمجرد بس ما انت ترسم مظبوط اهو وتبقى واضحة لك بالنسبة لك المسألة عادي خالص، يبقى انت مباشرة هتقوم قايل اصلا أ ب زائد أ ج، يبقى انا كده بشتغل في المثلث أ ب ج، صح؟ وهو كان عنده نقطة تنصيف، يبقى اذا فعلا أ ب زائد أ ج بيساوي 2 أ ه، لان انا عادي في المثلث، يبقى فعلا يبقى ده كده اصبح بيساوي أ ب زائد أ ج بيساوي زائد أ ج بيساوي 2 أ ه. بس خلاص السؤال خلص. مفهومة كده؟ السؤال ليه؟ لان في ناس برضو بلاقي ان هو خلاص هو اتعود ان هو بيقسم. الفكرة ان انت اتعودت، اوقات بنتعود ان انت بتقسم على طول، لا برضو اسأل نفسك في الاول هل ينفع اجمع مباشرة؟ لو ينفع اجمع الاول مباشرة، تمام. فما تنساش ان انت ممكن تجمع مباشرة من الاول. نيجي عند السؤال اللي بعده. شوف السؤال رقم 19، سؤال من كتاب المدرسة برضو، فالاسئلة بتاعت كتاب المدرسة برضو خدوا بالكم منها. السؤال بيقول أ ب ج مثلث فيه، يبقى نفس المثلث اهو سريعا، ادي مثلث أ ب ج فيه د منتصف أ ب، ادي د منتصف أ ب، يعني دي بتنصفها كده، وه منتصف أ ج، ه منتصف ادي ه منتصف أ ج. ماشي، اثبت ان أ ه ماشي، يبقى أ ه زائد ج د تمام بيساوي ه أ، يبقى احنا كده نكتب أ ه زائد ج د. يبقى احنا عايزين الاول الطرف الايمن، المفروض ان هو بيساوي ه ب زائد د أ. طيب اولا أ ه زائد ج د، عارفين ج د اللي هي فين اهي، ج د اهي. ايه علاقة أ ه اصلا بج د؟ لو جيت تحدد على الشكل هتلاقي انه أ ه اهي طبعا نهايتها عند ه، وج د اهي، فهتلاقي انه دي ايه علاقة دي بدي، وانا مش هعرف ان انا اجمعهم مع بعض. انا قلت لك ايه، ان انت اول ما تلاقي ان انت مش عارف تجمع متجهين مع بعض يبقى شوف هل في واحد فيهم بيكافئ متجه تاني مثلا يقدر يفيدني اكتر منه. طيب لو احنا ركزنا هل ج د مثلا بيكافئ حاجة تانية؟ طبعا لا، لكن أ ه بيكافئ حاجة تانية، خاصة لما بيكون في تنصيف فببقى عارف انه اكيد بيكافئ حاجة تانية. أ ه فعلا بيكافئ ه ج، وه ج فعلا بصوا كده ه ج هتفيدني جدا اكتر من أ ه. ليه؟ لان انا وقتها بشتغل ادي اهو بشكل دوري اهو، صح؟ ه ج زائد ج د، يبقى الناتج هيبقى ه د. خلصت اهو، الناتج هيبقى من البداية للنهاية يبقى ه د، يبقى فعلا هيفيدني اصلا ه ج اكتر، يبقى ه ج زائد ج د. لو انت عايز تشتغل حتى جبريا هتلاقي انه ج هتروح مع ج، يبقى الناتج بتاعي هيبقى ه د. تمام، يبقى ده كده بالنسبة لي الطرف الايمن. طيب
ده معناه ان الطرف الايسر عايزه اوصله له د. الطرف الايسر برضه هنشتغل بنفس الطريقه بالظبط. السؤال خلص والسؤال بسيط، بس برضه بيتوه شويه ان احنا بنقعد نقول ايه علاقه الف ه بجيم د ومش عارفه ايه، الحاجات دي كلها بتطول مننا. فبالتالي ركز، الدرس كله بيعتمد على متجهات متكافئه، متجهات تبقى عارف ان بيبقى مثلا في شكل متوازي اضلاع فخواصه بتبقى عامله ازاي، لو شكل مثلا مثلث المتوسط بيبقى عامل ازاي، الحاجات دي كلها. تمام. فنشوف الطرف الايسر. فالدرس بسيط ولكن برضو محتاج منك حل كتير. د الف ه احنا قلنا ايه، ه ب اهي، ود الف اهي، برضو نفس الفكره بالظبط. هلاقي انه د الف مش بتفيدني، فبالتالي هاخد ب د وليس د الف. لا مش ب د بقى، احنا قلنا ايه د الف. تمام، هاخد ب د. تمام، يبقى ه ب زائد ب د. هلاقي انه الب بتروح مع الب، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى ه د. بس كده خلاص. يبقى اذا الطرفين متساويين. تمام. نيجي عند السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده رقم 24. إذا كان أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ، حيث إنه أ بالنسبة لي النقطة دي، وب بالنسبة لي النقطة دي، وج كمان بالنسبة لي النقطة دي. طيب المثلث أهو بالنسبة لي أ ب ج. عندي النقط التلاتة، ولكن هو محتاج ايه بقى؟ هو محتاج مني أولا ثانية واحدة عشان هو قال مثلث قائم، وحدد لي كمان قائم في ايه، وده مهم جدا. ادي مثلث، ادي مثلث قائم، شيل ده كده، ادي مثلث قائم ا ب ج، وحدد لي ان هو قائم في ب، فبالتالي انا حطيت هنا ب. النقطة ا قلنا 2 و0، والنقطة ب 3 و2، والنقطة ج اللي هو انا اكيد محتاج النقطة، اكيد محتاج س -5 و5 ناقص س. تمام. هو طالب مني س، اشتغل ازاي؟ ببساطة انت عارف تعامد المتجهات صح؟ بمعنى هو قال لك مثلث قائم، فهو اكيد مش قايل لك المعلومة دي من فراغ. مثلث قائم يبقى اذا انت عندك ا ب عمودي على ب ج. تمام. يبقى اذا انت محتاج ا ب ومحتاج ب ج. اولا هجيب ا ب هيساوي ب ناقص ا، هيساوي 3 ناقص، بصوا بقى كده، ا كانت 2 و0، فركز، 3 ناقص 2 ب1، و2 ناقص 0 ب2. يبقى اذا كده ده معاك ا ب، يبقى ده كده ا ب. طيب انا محتاج كمان ب ج اللي هي ج ناقص ب، وخد بالك ج فيها مجهول، ماشي. -5 -3، -5 -3 يعني -8، و5 ناقص س -2 ادي -2 هيساوي، يبقى -8، هنا س عادي خالص، وهنا 5 ناقص 2 يعني 3، يعني هنا موجب 3 صح اهو، موجب 3. هنعمل بس كده موجب 3. خلاص يبقى انت كده معاك ا ب وب ج. المفروض ان هما متعامدين. يعني ايه متعامدين؟ يعني اما ان انت تشتغل انه ميل الاول في ميل التاني بيساوي -1، فلو انت تقدر تجيب الميل ده هتقوم ضربه في الميل ده، المفروض ان الناتج هيكون بيساوي -1. يبقى ميل الاولاني اللي هو كام؟ اللي هو 2 على 1 صاد على السين. هكتبه لك كده عشان برضو يبقى الموضوع واضح بالنسبه لك اهو. اما ان انت تشتغل كده على فكره، او تشتغل س 1 في س 2، س 1 في س 2 زائد صاد 1 في صاد 2 بيساوي 0. اما ان انت تشتغل كده، او تشتغل بالطريقه التانية اللي هو ميل الاول في ميل التاني بيساوي -1، اي طريقه. تمام. تيجي نحل بالطريقه التانية دي اللي هي س 1 في س 2، ماشي. س 1 في س 2 زائد صاد 1 في صاد 2، الكلام ده كله بيساوي 0. س 1 بس ركز قوي بقى كده وانت بتختار. س 1 اهي، وادي صاد 1، وادي س 2، وادي صاد 2. تمام. س 1 عشان برضو ما ننساش، يعني س 1 في س 2 يعني 1 في -1، في سالب قصدي 8، زائد صاد 1 2 مضروبة في صاد 2 اللي هو سالب س زائد 3 بيساوي 0. نكبر بقى الشاشة عشان ايه يبقى واضح لنا اكتر. يبقى هنا -8 هنوزع الاتنين دي، يبقى -2 س زائد 6 هيساوي 0.
يبقى ودي ال6 وودي ال8 بعكس الاشاره، او اطرحهم دلوقتي اصلا وبعد كده وديهم بعكس الاشاره. 6 ناقص 8 يعني -2، هتوديها بعكس الاشاره هتبقى -2، يعني هنا تبقى 2 وهنا -2 س، اقسم على -2 اهو، يبقى الس هيساوي -1. يبقى الناتج بتاعي الس بيساوي كام؟ -1 اهو. يبقى الس هنا كده عندي ب1. مفهومه كده؟ نيجي عند السؤال اللي بعده، برضو سؤال بسيط، فكرة بس ان انت تفتكر التعامد ده. تمام ماشي. نيجي عند اخر سؤال معانا، السؤال رقم 26. بيقول اذا كان عندي د ه بيوازي. طبعا في اسئله بتكون الافكار بتاعتها مكرره، يعني عدت علينا سواء في الاختياري او في المقالي، فبالتالي انا مش بجيبها تاني. مفهوم كده؟ فانت تبقى مركز بس في الافكار اللي احنا بنعرضها، فلما تقابلك الاسئله اللي هي مشابهه للافكار اللي احنا عرضناها خلاص هتبقى ايه، عارف فكرتها هتبقى عامله ازاي. بيقول ايه؟ لو انا عندي د ه بيوازي ب ج اوجد القيم التاليه. هو عايز ايه؟ عايز قيمه كاف ولام وميم ونون. اول واحده عايز فيها كاف. طبيعي عشان اجيب كاف يعني ده معناه ان انا عايز النسبه ما بين د ب على د ا، صح كده؟ عشان النسبه المفروض دي كده بتساوي كاف. عملت ازاي ده؟ ببساطه مش احنا بنقوم قايلين ادي ب د بيساوي كاف د ا، صح؟ اقسم الطرفين على ب د على د ا قصدي. خلاص يبقى اذا النسبه حصلت على النسبه دي، يبقى اصبح معاك ب د على د ا هيساوي كاف، وهكذا بقى هنعمل في الباقي كده نفس الكلام. طيب يبقى اذا انت كده محتاج النسبه ما بين ب د و د ا. طيب ما هو مبين لك اصلا المثلثين دول متشابهين. ليه؟ اولا عندي توازي، ثانيا عندي ان انا عندي الرأس واحده، صح؟ الرأس مشترك، وعندي النسبه ما بين ا د. بص كده اقدر اقول ا د على ا ب، نسبتهم برضو كده معلومه اللي هي هتبقى 2/5. فانت لو اشتغلت تشابه المثلثات، بص كده هنشتغل المثلث ا د ه بيشابه المثلث ا ب ج. يبقى اذا ا د كل واحد على المقابل ليه بيساوي على ا ب بيساوي د ه على ب ج بيساوي ا ه على ا ج. تمام؟ لازم يبقى بالترتيب ده. يعني ايه؟ يعني انا ماشي كده ا د ه يبقى اخد برضو ا ب ج. مفهومه كده؟ عشان اكتبهم مظبوط فيطلع معايا النسب مظبوطه. خلاص كده يبقى لو انا هجيب اول نسبه لانها معلومه بالنسبه لي، ا د بالنسبه لي هتبقى 2 على ا ه اللي هي دي كامله، 2 و3 يعني 5. ماشي، الكلام ده كله بيساوي د ه على ب ج وبيساوي كمان ا ه على ا ج. انا هشوف انا محتاجه بقى ايه وهعوض بيه، بمعنى واحده واحده بس كده عشان ما نتوهش من بعض. اولا كده هو طالب منك ايه هنا؟ طالب منك ب د. فين ب د دي؟ ب د اهي، بص كده ب د اهي، ماشي، على د ا. ماشي، ب د على د ا. طيب ب د على د ا، طب ما ب د دي اللي هي 3 وده الالف برضو 2، صح؟ طيب هقول ملحوظة بسيطة، ايه هي؟ ان انت لو انت ماشي، او خليني مثلا اوضحها لك اكتر. لو انت ماشي بص كده، هو احنا كنا معتبرين انه د ب ب3 وانه ا د ب2 وانه ا ب ب5، صح؟ عشان كده حتى في النسب دي قلنا انه ا د ب2 وا ب ب5 كلهم كانوا موجب. يبقى هو لما يقول في سؤال هو عايز ب د مش د ب، عايز ب د، فاقول له مش 3، اقول له -3. انا عارفه ان هو بيشتغل نسب، بس بص بس ركز معايا لان هتفيدك جدا النقطه دي. طيب وده الالف برضو احنا قلنا انه ا د ب2، يبقى ده الالف ب-2، صح؟ عكسها في الاتجاه بس -2. خلاص يبقى المفروض ده بيساوي، طبعا السالب هيروح مع السالب يبقى 3 على 2 اللي هو بيساوي كام؟ كاف. مفهومه كده؟ 3 على 2 اللي هي النسبه كام؟ كاف. نيجي عند السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ج ه هيساوي لام على، ماشي يعني ممكن اقسم على ج ا هيساوي لام. يعني انت كده عايز النسبة ما بين ج، بص بقى كده ج ه
ماشي، يعني عكس الاتجاه، على جيم ألف اهو. تمام. جيم ه اللي هي كام؟ مش عارف. على جيم ألف برضو مش عارف. طيب هل هي طلعت واحدة من النسب دول اللي انا ممكن استفيد بيهم مثلا؟ بص كده، ركز كده معايا. د ه على ب ج ادي دي، لا. ألف ه على ألف ج، هي دي فيها ألف ج، فأنا محتاجة. يبقى إذا كده بالنسبة لي النسبة اللي هي 2 على 5 بتساوي ألف ه كمان على ألف ج، صح؟ تمام. طب ما ألف ه كمان عندي بكام؟ ب3 اهي موجودة في الرسم. ألف ه عندي ب3. يبقى لو أنا عايز ألف ج، نرجع كده للسؤال، لو أنا عايز ألف ج يبقى 5 في 3 ب15 على الاتنين، صح؟ 5 في 3 على الاتنين يبقى 7.5. نسيبها زي ما هي 7.5. يبقى إذا ده كده كامل ألف ج أهو. هنشيل بس ده كده عشان يبقى باينالك. ألف ج كامل قلنا بسبعة ايه؟ 7.5. يعني دي كانت 3، يبقى دي أكيد كانت 4.5. مفهومة كده؟ صح؟ عشان يبقى مجموعهم 7.5. ماشي. يبقى احنا كده عرفنا ألف ج. طيب وجيم ه عرفناها برضو ب4.5. يبقى لو انت عايز النسبة ما بينهم، بص كده، ادي النسبة ما بينهم. جيم ه يبقى عكس في الاتجاه، يعني سالب 4.5. طبعا احنا بنشتغل سالب 4.5. ماشي نكمل. جيم ألف برضو هتبقى سالب 7.5. اهلا، احدثكم من المونتاج عشان الجزء ده طلع ما تسجلش. احنا كنا بنجيب جيم ه على جيم ألف وقلنا انها تساوي سالب 4.5 على سالب 7.5. طبعا السالب راح مع السالب، فاصبح الناتج بتاعي 3 على 5. بعد كده ابتدينا نشتغل على المطلوب الثالث اللي هو كان ب ج بيساوي م ه د. فطبعا كده يبقى ب ج على ه د هيساوي م، صح كده؟ وبعد كده بقى كملوا الحل. هتلاقي النسبة بتاعتهم جاهزة تماما بس مقلوبة. يعني المفروض د ه على ب ج كانت بتساوي 2 على 5. هنا العكس، ب ج على، ركز بقى اكتر كمان، على ه د. ركز كمان، ده هنا كانت النسبة د ه، هنا ه د. يعني لو انا عايزة اخليها د ه زي ما هي موجودة، هخليها د ه، هحط سالب صح بره، هغير اشارة، فلازم احط سالب بره واخلي اللي فوق زي ما هو ب ج. يعني كده ده بيساوي نفس النسبة دي ولكن مقلوبة. يعني هطلع السالب بره عادي خالص وهتبقى 5 على الاتنين، بس كده اهي، صح كده؟ هطلع السالب بره عادي خالص وهتبقى 5 على الاتنين. مفهومة؟ السؤال برضو بسيط ولكن برضو في ناس بتتلخبط فيه، فحبيت ان انا اعرضه لك. اخر واحدة ألف د زائد د ه بيساوي نون ألف ج. اولا كده دي د هتروح مع د، يعني كده ألف ه بتساوي نون ألف ج، صح كده؟ تمام. يعني لو انت عايز النون يبقى اذا هتقوم قاسب ايه؟ هتقوم قايل ألف ه على ألف ج بيديني النون. يبقى كده دي بالنسبة لي ألف ه على ألف ج هيساوي النون. ألف ه على ألف ج، تمام. ألف ه على ألف ج، صح؟ هيساوي النون. هحتاج النون، يبقى إذا ألف ه هل هي معايا؟ تعالوا كده نشوفها. ألف ه بنفس الإشارة عادي خالص. ألف ه 3، تمام. و ألف نون ألف نون ايه؟ ألف ج قصدي. ألف ج ب7.5 نفس الاتجاه برضو، يبقى 3 على 7.5. 3 على 7.5، تمام. هيديني في الاخر الناتج 2 على 5. ده كده الناتج بتاعك 2 على 5. مفهومة كده؟ تمام. ده كده كان اخر سؤال معانا. كان برضو سؤال حلو، وقلت لك ركز برضو ان انت مثلا لو اعتبرت ان انت ألف د مثلا الاتجاه لأسفل كده موجب، يبقى الاتجاه لأعلى سالب. مفهوم؟ لانه كان ممكن يلعب على النقطة دي كمان. يعني مثلا يخلي لك ألف د على ب ألف، تمام. فتبقى ألف د المفروض انها 2 على ب ألف اللي هي سالب 5 مش 5، لانها عكسها في الاتجاه، تمام. باعتبار ان انت اعتبرت خلاص ان اللي نازل ده كده موجب واللي طالع ده سالب. فالمهم ده كان سؤال برضو فكرته حلوة. وكده تبقى الحصة انتهت، واشوفكم ان شاء الله الحصة الجاية. سلام.